قبل ما اخش في اي تفاصيل يا كابتن حماده، حضرتك مش عاصرت جون كابتن حسن شحاته اللي اتلغى وكان اوفسايد من نص الملعب، والدوري ساعتها اتنقل من نادي الزمالك للنادي الاهلي بسبب الفضيحه التحكيميه ديت؟ يعني حضرتك كنت موجود ولا كنت نايم ساعتها؟ اقسم بالله انا بكره ابناء نادي الزمالك القدامى اكتر من ابناء النادي الاهلي. انت متخيل؟ يعني انا راجل زملكاوي وما بكرهش ابناء النادي الاهلي، ولكني اكره قدامى نادي الزمالك جدا، واللي حاسبين نفسهم ابناء على نادي الزمالك وهم اكتر ناس بيضروا ولسه بيضروا نادي الزمالك. الحاجه الوحيده اللي قالها مرتضى منصور صح، هو ان اكتر ناس بتضر الزمالك هم ابنائه، عشان كده ما كانش بيخليهم وقت الازمات يدعيهم للنادي. والله العظيم دي الجمله الوحيده اللي طلعت من مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور صح وعلى حق فيها. كابتن حماده عبد اللطيف الجميل طلع امبارح واتكلم على ان الزمالك بيدعي المظلوميه، وان مفيش حاجه اسمها ان الاهلي بيكسب بالتحكيم، ومفيش حاجه اسمها اصل مش عارف ايه، ان بطولات الاهلي كلها حرام. اتكلم كلام يعني يتحامل فيه على الزمالك وعلى الزملكاويه، ان بقى كفايه حجج وكفايه كلام فارغ، وان مفيش حاجه اسمها كده. واولا يا كابتن حماده، يعني انا اتفق معاك جدا ان مفيش نادي بيفضل يكسب بالتحكيم، واتفق معاك جدا ان نجاحات الاهلي ديت قايمه على الالتزام، وقايمه على الاستقرار، وقايمه على الماديات الكويسه، وقايمه على حاجات كتير قوي تساعدك ان انت تكسب بطوله معظمها مش موجوده في نادي الزمالك. ومحدش من جمهور الزمالك قال ان الاهلي بطولاته كلها واخدها بالحرام، محدش قال كده. وجمهور الزمالك برضو محدش قال ان في الفتره دي ان الاهلي بيتجامل. اكتر وقت كنا بنصيح فيه ان الاهلي بيتجامل تحكيمان في 2009 و2010، وحضرتك فاكر، والمفروض ان انت يعني عاصرت الحاجات دي. حضرتك يا كابتن حماده ما عاصرتش جون حسن شحاته اللي اتحسب اوفسايد من نص الملعب، وساعتها الاهلي خد الدوري والزمالك خسر الدوري بسبب الهدف دوت. انا مستغرب والله العظيم يا جدعان، ما اعرفش الناس بتكبر بتخرف ولا الناس دي عايزه تشتغل في التلفزيون فيطلعوا يتكلموا الكلام ده. مش فاهمك بصراحه، اذا كان انت او غيرك، يعني اذا كان انت او غيرك، ولا انت اول واحد يطلع يقطع في الزمالك لصالح الاهلي وتكون من ابناء الزمالك ورموز الزمالك، ولا هتبقى اخر واحد. خلاص الناس كلها بقت عايزه تبص لمصالحها الشخصيه، وعايزين يظهروا ويكونوا شايفين على حساب النادي اللي عملهم وعمل اسمهم وعمل تاريخهم. انا للامانه ما بقتش فاهم ومش عارف اقول حاجه، وبجد بقيت بكرههم قوي، بجد يعني بقيت بكرههم قوي.